النساء الآية رقم 5 يحذر إعطاء السفهاء الأموال وتسليمهم الأموال. اللي الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السفهاء أهل البيت يفسرون هاي الآية يقولون السفهاء من هم؟ اللي هي الزوجة المبذرة، الامرأة المبذرة، الزوجة المبذرة ما يجوز رجلها يسلمها الأموال إذا حس بها مبذرة. والطفل اللي عمره جوال 18 سفيه عقليته ضعيفة. شارب الخمر عقليته ضعيفة سفيه. المجنون عقليته مفقودة. لأن مفهوم السفاهة العامة هي قلة العقل أو فقدانه أو عدم استخدامه. المتسول سفيه لأن ما يستخدم عقله إذا كان متمكن على العمل، ولذلك سفيه ما يستخدم عقله ويروح يشتغل، فهاي عدم استخدام العقل، هاي سفاهة. فهذول المتسولين السفهاء ما يجوز تسليمهم الاموال لان يوفرون دعم للمنتج الفاسد حتى يغلبوه على المنتج الجيد وينضروا بعدة الاقتصاد. اللي يريد يحافظ على الاقتصاد يحافظ على امواله من السفهاء. نعم الله يوفقك. بارك الله. تعطي يا مي تعرف الله يوفقك. واحد اكيد.